بصراحة واخا ما كانش عندنا امل في منتخب السودان، ولكن الهدف ديال عمر عبد الله دخلنا في جو الاحلام وقلنا علاش لا، ممكن السودان ديرها وتدوز. حسينا باللي هذا المنتخب فيه لعابة وانهم قادرين يسجلوا ويديروا شي حاجة. طمعنا شوية وفي الاخير النتيجة كانت متوقعة امام السنغال وتغلبوا ب3-1. الحاجة الزوينة في منتخب السودان انه ورانا بلي كاينة كورة وكاينة فرقة، ولكن مع الاسف هادشي ما شفناش في دور المجموعات، وما شفنا هادشي هذا حتى لثمن النهائي. وبالرغم ان النتيجة كانت معروفة قبل ما يبدا الماتش، كان عندي واحد الامل وكنت باغي نشوف السودانيين فرحانين، حيت هما مساكن محتاجين لاي حاجة تفرحهم دابا. ولكن هارد لك الاخوة السودانيين وراه خرجوا بشكل مشرف. ندوزو دابا للمنتخب التونسي ومنتخب مالي، حيت بصراحة هذا الماتش هذا كان فيه سيناريو ديال المعرض. مالي عطات لتونس كلشي باش تربح، ولكن المنتخب التونسي صعبها على راسو بواحد الطريقة اللي غريبة بزاف. في الدقيقة 26 فاش خرج كوليبالي بحمراء، قلنا تونس غادي تلعب أكثر من ساعة ضد فرقة اللي ناقصة لاعب واحد، يعني 11 ضد 10، فرصة اللي ما خصهاش تضيع. ولكن مع الأسف وقع العكس، مالي تنظموا مزيان وسدوا اللعب ولاو هما اللي مسيطرين، واللعابة ديال تونس ضاعوا في المراكز ديالهم، ما بقاو يعرفوا فيها لا جناح لا ظهير ولا حتى الحلول الهجومية كانت. الشوط الثاني مالي زادت في الشراسة الدفاعية ديالها، وتونس كانت عاجزة أنها تصنع أي فرصة. فاش تماركا البيت في الدقيقة 88 صافي قلنا تونس دازت، والشوالي حتى هو قالها. ولكن ياسين مرياح اللي يلاه كان تيشكر فيه الشوالي في نفس اللحظة وكيقول باللي قدم بون ماتش، دار واحد الفاول اللي ما عنده حتى معنى، وعطى ضربة جزاء لمنتخب مالي وحكموا عليهم انهم يدوزوا الاشواط اضافيه. تخيل نتاع فرقه عندها 11 لاعب وفرقه عندها 10 ولاعبين اكثر من ساعه وهما ناقصين، والفرقه اللي عندها 11 لاعب ما والو ما فهمتش مالهم. من بعد فاش مشاو الاشواط اضافيه نفس اللعب ونفس الريتم والماتش تقفل، دازوا ضربات جزاء اللي ابتسم فيها الحظ صراحه لمنتخب مالي. اللاعب رمضان والعبدي ضيعوا واحد الطريقه غريبه بحال ما عمرهم لعبوا كره، والحارس ايمن دحمان حتى هو كان دايخ ما عارف منين يجي الكره. اللي تيضر في هذا الماتش هذا هو ان تونس كانت احسن من مالي وكانت عندها فرصه كبيره انها تغلب، ولكن التسرع والخوف وغياب لاعب حاسم في الهجوم ضيع عليهم كل شيء. الجمهور التونسي كان يستحق يفرح صراحه، وكل الظروف كانت في صالح تونس في هذا الماتش هذا، ولكن الاقصاء جاب واحد الطريقه اللي غريبه وقاصحه شويه.